ماذا قال العقيد القذافي عن عمر رضي الله عنه؟ وقف في وسط الجماهير الليبية وقال ان عمر بن الخطاب كان ديكتاتورا مستبدا. وانا الان انتقل بحضراتكم الى احدى المحاكم لأحاكم هذا الحاكم امام الحاكم. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس الثالث بعد 100 انتقل الى محكمة مشكلة من سيدنا رسول الله رئيسا، ومن ابي بكر الصديق عضو يمين، ومن علي بن ابي طالب عضو يمين من الجهة الاخرى، ولا اقول عضو شمال، فكلهم من اصحاب اليمين. والان اجد في قفص الاتهام حاكم ليبيا، وقد نادى عليه بلال بصوته الرخيم، وأرى في ساحة المحكمة الفاروق عمر، والجناية كما يلي: انها جناية موجهة الى رجل غره سلطانه وغره شبابه وغره ماله، فقال كلاما لم يقله الاعداء، انما قاله الادعياء، لم يقله الكافرون عن عمر، انما قاله المتمسلمون. واسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان اروي لحضراتكم هذا المشهد المهيب الرهيب قبل ان اناقش القضية. روى الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله قال: كنت جالسا ذات يوم مع شيخ الاسلام المراغي رحمه الله، ودار الحديث بينهما عن الاسلام، لان حسن البنا لم يكن يتكلم في مجالسه الا عن الاسلام، كان لحمه اسلاما، وكان دمه اسلاما، وكان جلده اسلاما، وكان عظمه اسلاما، وكان زفيره اسلاما، وكان شهيقه اسلاما، وكان محياه اسلاما، ومماته اسلاما، ونومه اسلاما، ويقظته اسلاما. ولذلك يوم مات رأى الفاروق عمر في المنام وقال له: يا حسن، لقد أديت الرسالة، فهنيئا لك الشهادة. ولذلك حكمت عليه انجلترا بالاعدام رميا بالرصاص، ونفذ الحكم ملك مصر. والذي اطلق عليه النار رجلان مسلمان،
رجلان مسلمان احدهما برتبة الامير اي العميد حاليا، والاخر برتبة الجيش، جاء من سوهاج خصيصا ليطلق النار على قلب عامر بحب مولاه. يقول الشهيد: فقال لي المراغي رحمه الله: يا حسن، لكي يعود المسلمون الى الاسلام فلا بد ان يسلم الاجانب اولا، فاذا دخل الاجانب في الاسلام قلدهم المسلمون فاسلموا. قال الحسن: اشرح ما تقول يا امام. قال شيخ الاسلام للحسن اليك ما يلي: كنت مسافرا ذات يوم بالقطار ومعي ابنتي، وركب القطار سيدة انجليزية وجلست بجانب ابنتي يتحدثان، فلما وقف القطار ونزلنا قالت لي ابنتي: يا أبتاه، أريد أن تشتري لي كتابا يحدثني عن عمر بن الخطاب. فقلت لها: لماذا يا ابنتي؟ قالت: لأن هذه المرأة الإنجليزية قطعت المسافة كلها تحدثني عن عظمة عمر حتى أحدثت عمر. فقال لها الإمام: يا ابنتي، لقد كلمتك عن عمر بن الخطاب 70 مرة فلم تطلبي مني كتابا، أو عندما كلمتك الأجنبية عن عمر مرة واحدة طلبت الكتاب. ما هذا؟ نحن قوم نقلد الأجانب حتى في معرفتنا لأصحاب الحديث. امرأة انجليزية تشيد بعمر حتى بعثت الشوق ولواعج الحنين الى قلب بنت شيخ الاسلام. ومعمر القذافي يتهم عمر بانه دكتاتور مستبد. فتحت الجلسة يا معمر، واذا كنا نحاكمك في الدنيا فان حكم الاخرة اشد. عمر، لا تقول في عمر: لو انك قلت هذا الكلام عن برجنيف لكان ذلك صوابا، لو قلت هذا الكلام عن كارتر لكان ذلك صوابا، لو قلت هذا الكلام عن هتلر لكان ذلك صحيحا، لو قلت هذا الكلام عن موسوليني لكان ذلك حقا. اما ان تقول هذا الكلام عن رجل كان القرآن ينزل من الله موافقا لرأيه، فإن الذي يتولى جزاءك هو الله. اي شيء في عمر يدعو الى الدكتاتورية، ونحن نعلم ان الدكتاتورية هي الاستبداد السياسي. كم معتقلا وضعه عمر وراء القضبان؟ لا احد. كم سجينا وضعه عمر في الزنازين؟ لا احد.
قتلها عمر؟ لا احد. كم درهما اختلفها عمر؟ لا احد. كم دينارا انفقها عمر؟ لا شيء من هذا كله. واسمع معي كيف كان عمر. يا معشر السادة، انها المأساة، انها المأساة ان يفعل مثل هذا، ان يفعل مثل هذا القذف في عملاق قال عنه الحبيب المصطفى: لو كان نبي بعدي لكان عمر، ولو كان فيكم محدثون اي ملهمون لكان عمر. ان عمر رجل ضرب الله الحق على قلبه ولسانه. اي دكتاتورية تلك، اي دكتاتورية تلك لرجل بلغ من انسانيته ومن عدالته ومن رحمته انه يمر ذات ليلة مظلمة شديدة البرد قارسة العواصف فيجد نارا تهتك حجاب الظلام، ويذهب عمر الى نار الدنيا خوفا من نار الاخرة ليرى من وراء النار ومن يشعل هذه النار، ويجد امرأة سكرى أرملة يجدها ودمها تفيض، وعلى النار قدر وبالقدر ماء يغلي، وحولها أطفالها أحدهم يقول إني أكاد أموت جوعا، والآخر يقول إني ارحمي من الضلوع، والثالث يقول إني ألا أحوى بأكل قبل ما أمضي سريعا. ويقف عمر. اسمع يا قذافي، إذا غرك مالك فقد خسف الله الأرض بقارون وماله، إذا غرك سلطانك فإن الله أغرق فرعون الذي قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. إذا غرك عقلك فإنها مال قد ذهب إلى الهاوية، إذا غرك بلدك فإن أبي بن خلف دخل النار عندما غرته قوته. اسمع أنت وأمثالك من حكام المسلمين، إذا غرتك قوتك فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوق. إن عمر مفخرة الحكام جميعا. عمر الذي حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر، حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام لا نام فيها ليلة إلا ودموع عينيه قد صنعت من خديه مجرى كمجرى الماء. لم يضيع أموال المسلمين في روسيا، لم يفتح للشيوعية الملحدة ولا لرأس المال في أمريكا المنحلة،
لم يوجه وجهه شطر موسكو ولا شطر واشنطن، لان عمر كان يعلم ان الصلاة لا تجوز الا الى جهة واحدة، فول وجهك شطر المسجد الحرام. اسمع يا معمر ماذا قال عمر لام اليتامى. قال لها ما شأنك يا أمة الله ومما تشكين؟ قالت هؤلاء جياع وليس عندي من الطعام ما أسد به رمقهم، فوضعت هذا الحصى في الماء على النار في القدر حتى يناموا على أمل إنضاج الطعام. فقال لها الفاروق ومما تشكين؟ قالت الله الله في عمر، وهي لا تدري ان الواقف امامها هو عمر. فلم يكن عمر اذا اراد ان يمر بالرعية يلبس مياشين ولا ألسنة، ولم يكن عمر اذا مر بالرعية يركب عربة فارهة، انما كان يلبس ثوبا ضم 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات. قال لها وما شأن عمر؟ أيعلم الغيب؟ قالت له المرأة أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ درس لكل من ولاه الله امر المسلمين. اولي امرنا ويغفل عنا. وعمر نفسه هو الذي دخل عليه عبد الرحمن ذات يوم في ليلة باردة فوجده يلبس ثوبا خفيفا في شدة البرد ويرتعد جسمه القوي، فيسأله لم لم تلبس ثوبا غليظا والشتاء قارب؟ فقال له يا عبد الرحمن تذكرت حال الفقراء وما يقاسونه من شدة البرد فأردت أن أشاركهم شعورهم فلبست هذا الثوب. شوف أولي أمرنا ويغفل عنا. ولم يملك عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فأطلق الريح لساقيه إلى وزارة التموين العمارية وقال للحارس أيها الحارس احمل علي هذا الجوال من الدقيق. فقال له الحارس عنك أم عليك يا أمير المؤمنين؟ قال له بل احمل علي. قال عنك أم عليك؟ عنك أم عليك؟ قال احمل علي، كأنه حمال في باب الحديد. احمل علي علي. والحارس في فكرة لم تعقدها فكرة في جهود. احمل جوال الدقيق على ظهر امير المؤمنين، على ظهر فتح الدنيا مشرقا ومغربا. احمل على ظهره جوال الدقيق فعاد العرض مرة ثانية عنك ام عليك؟
فقال له عمر في غضبة نظرية: ثكلتك امك، احمل علي. أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ احمل علي، احمل علي. ماذا حمل القذافي على ظهره؟ انه لم يحمل دقيقا، انما حمل اثقالا واوزارا، اثقال ما فرط هو واخوانه في الاسلام وحاربوا الاسلام في كل مكان. انه حمل، ولكنه حمل اثقالا واثقالا مع اثقاله. حمل ظلم امة باسرها. اما عمر فانه يحمل الدقيقة لايام من الايام مات زوجها، ويجلس امام النار ويخلط الدقيق بالسم، وبعد ذلك يمزجهما بالعسل، بل اكثر من ذلك فعل. يحمل بيده الكريمة ليضع في افواه اليتامى، ليضع في افواه اليتامى، وام اليتامى جالسة في ذهول كمن اصابها حمى، فتنظر الى عمر وهي لا تعرفه وتقول له: والذي بعث محمدا بالحق انك اولى بالخلافة من عمر. عمر اولى بالخلافة من عمر. عمر اولى بالخلافة من عمر، وانا لست ادري اي العمرين اولى بالخلافة من الاخر، ولكن يزول العجب عندما نعلم ان العمرين كليهما اولى بالخلافة من غيرهما. ما هؤلاء الناس؟ ويأكل اليتامى من يد حبيب اليتامى، ويقول له عبد الرحمن بن عوف وكان رفيقه هذه الليلة: يا امير المؤمنين هيا بنا فقد اوشك الفجر او يؤذن. الفجر. امير يقضي ليلة، يطبخ، يعمل طهاء، ويجلس امام نار، ويضع الطعام بيده الشريفة في افواه الايتام. يتيم مثل هذا يدعو لعمر، وام مثل هذه تقول انك اولى بالخلافة من عمر. ايقول عليها حاكم موتور فقد اعصابه لما رأت نار الحقد في قلبه وفي قلب امثاله من حكام المسلمين. هاجت عقارب البغضاء في صدره، وتحركت افاعي الحسد في فؤاده. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. يا قذافي وما ضر الورود وما عليها اذا المذكوم لم يطعم شذاها. ما يضر البحر امسى زاخرا ام رمى فيه غلام بحجر. يا قذافي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
وينكر الفم طعم الماء من ثقلي. انا لا يسعني الا ان اقول في هذا المجال اذا اردنا الكلام من عمر، اذا اردنا الكلام عن عمر وجب علينا ان نسجد لله شكرا الذي وهب لهذه الامة عمر. تعال يا امير المؤمنين، فخيوط الفجر اوشكت ان تملأ الافق، ولكن عمر يمشي ويغادر المكان لا الى هناك، انما ليختبئ وراء صخر بحيث يجعل منه برج مراقبة يرقب به الايتام بعدما اكلوا. يقول له عبد الرحمن هلم الى المسجد، فيقول عمر والله لا اغادر هذا المكان يا ابن عوف حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. اي قلب هذا؟ اي حاكم هذا؟ اي امام هذا؟ اي رجل هذا؟ اي انسان هذا؟ اي نبل هذا؟ اي شعور هذا؟ اذا اردت ان تعرف من هذا فاسمع الى رسول الله، وهو يقول بينما انا في السماء ليلة المعراج اذ رأيت قصرا من قصور الجنة وامامه حورية تتوضأ، فسألتها قصر من هذا؟ فقالت قصر عمر. قصر عمر. ثم ماذا؟ فلما عاد الحبيب من رحلتيه السماوية والأرضية قص الرؤيا على عمر، ولكنه أتبع الرؤيا بمذكرة تعتبر احترازا، فقال له يا عمر لما علمت بأنها زوجتك وليت وجهي عنها ولم أنظر إليها خشية أن تغار مني يا عمر. فقال له عمر أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ ترى يا قذافي أيبني الله لعمر قصرا في الجنة وهو يعلم أنه دكتاتور ظالم، وهو يعلم أنه مستبد؟ إن الله ما كره شيئا قدر ما كره الظلم. إن الله صبر على فرعون صبرا جميلا، قال أنا ربكم الأعلى فصبر عليه، وقال ما علمت لكم من إله غيري فصبر عليه، ولكنه عندما علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، لما ظلم العباد قال له الله قف كما كنت، قال رب العباد أنا ربهم ولن أسمح لك أن تمد يدك إليهم، الخلق عيال الله. ومن هنا قال الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وكان القياس يقتضي إذا خفت عليه فضعيه في حجرة داخل حجرة وأغلق الباب عليه، أما ألقيه في اليم فهذا أمر عجيب. إلى أين يا رب يذهب؟ إلى إحدى المستشفيات، إلى إحدى المصحات، إلى إحدى المؤسسات؟ لا، يأخذه عدو لي وعدو له.
وعجب معي، يجعل من فرعون عدوين اثنين، وفرعون شخص واحد، عدو لي لله وعدو له لموسى، ومع ذلك ولا تخافي ولا تحزني. كل هذا لأنه ظلم العباد، لا لأنه ادعى الألوهية أو قال أنا ربكم الأعلى. كل هذا عند الله هراء لا قيمة له. أما الذي لا يسكت الله عنه أبدا فهو الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم. أترى أن الله سيبني لعمر قصرا في الجنة وهو مستبد؟ إن الله حاكم عادل. عمر الذي قال له الرسول لم أرجع أن أنظر إلى زوجتك خشية أن تغار مني يا عمر.